وجهة نظري في منظومة التعليم على مستوى العالم، وجهة طالب يجيب مجموع كويس، يعمل الواجب اللي عليه، يحضر في ميعاده، ما بيغيبش ولا يوم، يخلص مدرسة، يدخل على الجامعة، يجيب مجموع كويس، يذاكر، يخلص الاساينمنتس اللي عليه، بيحضر دايما، ما بيغيب. عارف انت كده بقيت ايه؟ انت كده بقيت الموظف المثالي لواحد عنده بيزنس بيدور على واحد بيخلص الشغل اللي عليه، بيروح في ميعاده، ما بيتأخرش عن الشغل، ما بيغيبش ولا يوم، واي تاسكايه بيديها له بيعملها. انت كده مش مع القطيع. اطلع بره الماتريكس، اتصرف، افتح بقى بيزنس، اعمل اي حاجه، تشتغل على نفسك، ما تمشيش مع الموجه، ما تمشيش مع القطيع، ما تشوفش الناس بتعمل ايه وتعمله. عارف المشكله في ايه؟ ان الناس اللي زي دي كانوا في يوم من الايام طلاب وراحوا مدارس ودخلوا كليات واجتهدوا عشان يجيبوا مجموع، عشان يخشوا كليه كويسه، عشان يطلع منها يشتغل الوظيفه او الشغل اللي هو دخل الكليه علشان. بس بقى لما ربنا يكرمه ويعمل بيزنس او يكبر او يبقى حاجه كبيره قوي، يعني اكبر من موظف، او يبقى هو اللي عنده موظفين، يطلع يقول الكلمتين دول. طب هي لو كل الناس عملت كده، احنا بقى يعني لو هنفترض بقى ان احنا كلنا كده اصحاب بيزنس، مين هيشتغل عندنا كموظف؟ مين هيبقى في البنزينه؟ مين هيبقى في الماركت؟ مين هيبقى في التسويق العقاري؟ مين هيبقى سواق؟ مين هيبقى سباك؟ مين هيبقى كهربائي؟ مين هيبقى فلاح؟ لما كل الناس هتبقى هدفها اللي هو ايه؟ انا هفضل موظف ولا ايه؟ وانا ايه ده؟ اشتغل عند الناس لحد امتى؟ لما الناس كلها تبقى اصحاب بيزنس، وبعدين بقى مين اللي هيقدم الخدمات؟ مين اللي هيفاسيليتيت او هيسهل المعاملات والتجارات والليله كلها في العالم؟ لما كله يبقى اصحاب بيزنس. جماعه، المنتاليتي دي غلط. مش كل الناس اصلا ربنا خلقها يبقوا اصحاب بيزنس. مش كل الناس اصلا ينفعوا يبقوا اصحاب بيزنس. مش كل الناس اذكياء. مش كل الناس مالتي تاسكرز. في تفاوت في العقول، يعني حتى في الدين ماشي في تفاوت في العقول، عشان كده مش اي حد يتكلم فيه، الناس اللي دارسه بس تتكلم فيه. فده كلام عبث، ده مش موتيفيشن، ده مش تحفيز. الشخص اللي فعلا عايز يعمل حاجه لنفسه يسعى انه يعمل حاجه لنفسه. ممكن ربنا يوفقه وممكن ربنا ما يوفقوش، بس ان تبقى موظف ده طبيعي جدا وعادي جدا. تبقى موظف وطول حياتك عادي برضه. في ناس ربنا خالقهم يبقوا كده، في ناس طموحه بيطلعوا من ده، في ناس عندهم ابهاتهم واجدادهم عاملين لهم حاجه ما اشتغلوش اصلا ومسكوا الشغل ده على طول. فكون ان انا اطلع اقول بقى المنظومه التعليميه والتعليم ومش عارف ايه والشغلانه و9 ل5 وموظف وشغال عند الناس وبتنجان ومحشي في الحله، ده عبث. اللي يقدر يعمل كده يعمل كده، وربنا يوفقه ويكرمه ويكبره ويبقى حاجه كبيره جدا. واللي ما يقدرش واللي ربنا ما يكرموش في الحاجه دي، مش عيب انك تبقى موظف ومش عيب انك تبقى شغال عند حد، عادي جدا. وعارف التناقض في ايه كمان؟ ان اصحاب البزانس محتاجين الموظف اللي هو بيروح في ميعاده وبيخلص التاسكس اللي عليه وبيمشي في ميعاده وعنده ضمير، كل الكلام ده. هتجيب دول منين بقى يا صاحب البيزنس لو مش موجود منهم في الكوكب؟ قول لي. يا ريت نبطل الاسطوانه المشروخه بتاعت الناس دي، علشان بجد تعبنا.